سلام حبوباتي، دايما مطبخ ريم وريم. اليوم حندير لكم لا بات فيتي، يعني العجينه المورقه مصنوعه في البيت. الطريقه جد سهله وبسيطه. تبعوني فقط في المراحل وكيفاش نخدموها، هكاك راح تنجحوا فيها. وصدقوني هاد العجينه تصنعوها في البيت احسن من تشروها تتباع. اللي تتباع اغلبيتها تكون عندها مده طويله، وكي طيبوها ما تورق لكمش. هذه عجينه هايله بالبزاف. هنا عندي كيلو طحين اي كيلو فرينه. راح نضيف لها 4 ملاعق تاع الخل. هي مستحسن الخل الابيض، انا ما عنديش خل ابيض، راح ندير لها خل احمر، بصح ماشي مشكل، ما فيها حتى فرق. واحدة، اثنين، ثلاثة، فوالا 4 ملاعق خل. نزيد نضيف لهم 8 ملاعق تاع الزيت العادي، 8 ملاعق. ما نقطع لكمش كامل الفيديو هكا باش تشوفوا كامل هذوك المراحل، باش ماشي تقولوا جربتوها ما نجحت لكمش. واحدة، اثنين، ثلاثة، 4، 5، 6، 7. فوالا هنا عندي 8 ملاعق زيت. دوك نخلط كامل هاد المكونات مع قليل من الملح. طبعا دقيقه نروح نجيب الملح. فوالا حبوباتي، قليل من الملح عينكم من ميزانكم. فوالا دوك انا واش ندير، راح نخلط كامل هاد المكونات ونرجعوا مع بعض. فوالا حبوباتي، بعد ما بسست كامل الزيت تاعي هذاك والخل كامل المكونات اللي درتهم، هنا عندي الماء من الحنفيه، يعني الماء عادي، بالك كنتو ديروا ماء دافي، ماء عادي. دوك نبدا نجمع العجينه ديالي. انا العجينه تاعي دوك نجمعها. وشنو العجينه تاعنا ما تكونش طريه بزاف وما تكونش قاصحه، يعني ما تكونش يابسه. شوفوا باش ما نطولكمش انا فقط في الفيديو، انا نلم العجينه تاعي كامل هكذا، نرمي الماء بشويه ونعاود نوري لكم العجينه كيفاش رجعت عندي. فوالا حبوباتي، شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي، ما راهي طريه ما راهي يابسه، هكذا لازم تكون القوام تاعها. دوك انا واش راح ندير، راح نعجنها حوالي 5 دقائق بهذه الكيفيه. واللي عندها خلاط البيتخا يعني ماشي مشكل، انا نحاول نعجنها هكا واحد 5 دقائق هكذا بهذه الطريقه باش تعجن لي مليح مليح. ونحطها نغطيها بالفيلم اليمونتير، يعني ساشي هكا، ساشي اليمونتير. انا هكذا نعجنها قلت لكم 5 دقائق، نحطها في ساشي نخليها تروبوزي حوالي 15 دقيقه. 15 دقيقه حبوباتي ونعاودو نرجعوا مع بعض. انا ندير الطريقه اللي قلت لكم عليها ونخليها ترتاح 15 دقيقه ونعاودو نرجعوا باش تشوفوا الكيفيه كيفاش نديرها. فوالا حبوباتي، بعد ما خليتها فوزات 15 دقيقه نحلها من الكيس. هنا راح نحلها هذه كما تشوفوها قدام تروبوزي، حتجينا سهله كي نحلوها. دائما نرشوا الطحين تاع الفرينه في البلون طرافاي تاعنا باش تسهل لي كي نحل العجينه ديالي. انا هنا نحل العجينه تاعي على شكل مربع باش تجيني سهله، ونعاودو نرجعوا مع بعض. فوالا بعد ما حليت العجينه ديالي، هنا عندي المارغرين تاع التوريق، سبيسال تاع التوريق. هنا عندي 250، والله 250. فوالا هنا عندي 500 غرام، سمحوا لي 500 غرام تاع المارغرين تاع التوريق. شوفوا كل كيلو تاع فرينه نديروا نص كيلو تاع المارغرين، يعني كل 500 غرام، كل كيلو طحين نديروا 500 غرام تاع المارغرين سبيسالمون تاع التوريق. انا نخدم هاد لا مارك، وكاينه ماركه واحده اخرى صالحه، يعني كل وحده فاش متعوده. انا ما نخدم بهذه وتجيني سهله. هنا المارغرين تاعي راهي بالحراره تاع المطبخ. نحكم السكرفاج ديالي، اسمحوا لي الكاميرا صعدت. هنا شفتوا كيما حليت العجينه ديالي كامل حليتها بهذا الشكل. نحكم السكرفاج تاعي بهاد اللي عنده اسنان تاعو شويه خشان، ونسكرفج كامل المارغرين تاعي هذه كامل هكذا، ونوزعها في العجينه تاعي. انا نكمل كامل نسكرفجها ونعاودو نرجعوا مع بعض. فوالا شفتوا كيما سكرفجت لها كامل المارغرين تاعي. هنا واش راح نديرو، نبداو نلوو هكذا بشويه بهذه الطريقه كامل العجينه ديالي.
شغل حربوش حتى نلحقوا الفوقه، ومن بعد نغلقوا الجوانب ونقفلوا العجينه تاعنا هكذا كما كنت تلاحظوا فيا هكذايا، كما نقفلها حتى الفوق ونعاودوا نرجعوا. شوفوا هنا حبوباتي، هاد الجهه اللي قفلتها هنا نغلقوا مليح العجينه تاعي بهذا الشكل باش ما تحليش كي نبدا نفتحها بالحلال. هاكا نحاولوا نقصوها غير بشويه هكذايا، وهنا الجوانب كذلك نقفلهم بهذه الطريقه، نقفل العجينه تاعي بهذه الطريقه. هنا تاني نفس الشيء، هنا نقفل هكذا العجينه تاعي باش ما تخرجش هذيك لا مارغرين بهذه الطريقه. هنا واش راح ندير نفس الشيء، دائما نديروا الطاحين تاعنا ونحلوا العجينه تاعنا باش تجينا سهله. معليش نطول لكم شويه الفيديو باش هكا تشوفوا كامل هذوك المراحل، باسكو العجينه مورقه لازم تشوفوا كامل المراحل تاعها هكذا بهذه الطريقه. دوك واش ندير، نبدا نحل العجينه تاعي بالكف تاع يدي باش تعاونني هكذا، ومن بعد نحلها بالحلال من الوسط للاعلى ومن الوسط للاسفل. ما نقعدوش ندو نجيبو باش ما تتقليش الزبده تاعي من العجينه. نسيسها غير بالعقل بهكا، باسكو الحال ديجا الجو راهو بارد، غير بهكذا بالعقل حبوباتي حتى نفتح العجينه تاعي كامل على شكل مربع ونعاودو نرجعو مع بعض. فوالا حبوباتي، بعد ما حليتها بهذا الشكل دوك هنا واش نديرو، نحكموا هذه الطبقه نحطوها هكذا في الوسط، نحو كامل الزوائد تاع الطاحين ديالي هكذا. نزيد نفس الشيء هذه الطبقه نحاولوا نديرهم متساويين، نخليو واحد 1 سنتيمتر فرق بيناتهم في الوسط هكذا بهذه الطريقه. نزيد شويه هذه هكذا نمسحوا كامل هذاك الطاحين زياده بهذا الشكل، ونزيدو نطبقوا نفس الشيء هكذا، نحو هذاك الطاحن كما قلت لكم. شوفوا الفتحه، هذه الفتحه ديالي هذه توجور تجي للاعلى، راح نزيدو نفس العمل، نزيدو نحلو العجينه تاعي، ودائما نديرو كما قلت لكم الطاحن باش يساعدنا وما نقلبوش العجينه، نخلوها دائما هكذا الواجهه تاعها، نديرو فقط نطلعوها بهذا الشكل ونديرو الطاحين تاعي باش كي نحلها تساعدني. الحله نتاعها حبوباتي كما قلت لكم كما فهمتكم، دائما نبداو من الوسط للاعلى من الوسط للاسفل، يعني هكذا هكا ونسيسوها. انا نزيد نحل العجينه تاعي ونعاودو نرجعو مع بعض. فوالا حبوباتي، بعد ما فتحتها بهذه الطريقه نفس الشيء نزيد نجيب هاد الجهه هكذا، نحاول نعدلها، نحل كامل هذاك الزياده تاع الطاحين تاعي هكذا. دائما نخلي واحد حوالي واحد 1 سنتيمتر في الوسط هكا برك شويه. نحاول نعدل العجينه تاعي هكذايا. هذه هي المرحله الاخيره كما قلت لكم، عطولها برك في الوقت، لا باسيونس، حلوها غير بالعقل باش ما تخرج لكمش فقط الطاحين هذاك هكذاك هكذا. ونزيدو نفس الشيء هكذايا، والعجينه تاعي راهي واجده، ما نزيدولهاش الفتحه توجور قلت لكم نحطوها هنا في الاعلى. هذه حتخرج لكم 2 كيلو. دوك انا نقسمها لكم في الوسط باش تشوفوا هكذايا. بسم الله. شوفوا التوريق، شفتوا التوريق؟ هاوليك التوريق تاعها، هاوليك حبوباتي. بسم الله. شوفوا التوريق ديالها. انا كيفاش نخبيها، هي نورمالمون تتخبى هكذا، تتباع بهذه الطريقه، وتقدروا ديروها كمشروعه هكذا. المربع تاعها يكون هكذا، وتغطوها بابي فيلم بهذا الشكل هكذا، وتستعملوها وقت اللي تحبوا تستعملوها. تخرجوها حوالي 1 ساعه من المجمد، تخلوها ترتاح وتستعملوها دي فولوفون، بيتزا كوفير، لي شوسون، يعني اي حاجه تقدروا تستعملوها بالعجينه المورقه. انا فقط ما نحبش نخبيها هكذا باسكو كي نجبدها المجمد هنا في الوسط حتتقطع لي، يعني انا دائما نخبيها هكذا، نغطيها بالبابي فين
ونحطها في المجمد. ندوك نوري لكم. انا العجينه تاعي راهي واجده، هاي اللي كما قلت لكم الكيفيه. انا هاكا نخبيها باش كي نحلها ما تقطعليش العجينه في الوسط، نقطبيها في المجمد. تقدروا توجدوها حتى لرمضان. مع ثاني نقول لكم ان شاء الله توفقوا في هذه الوصفه. تبعوا فقط الخطوات، ما تنسونيش، ما تبخلوش بالجام والبارطاج، والتعليق يكون الشباب محفز. ونقول لكم مع السلامه، ربي يفرقنا بلا ذنوب.